السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هشرح من الأكوال المسطحة، الكولا المسطحة المدورة اللي هي في الموديل ده. يقال عليها الكولا المسطحة المدورة لأنها واخدة شكل الصدارة من الأمام، أو الكول بيبي لأنها بتتعمل أكتر حاجة في ملابس الأطفال، بس والله هي جميلة جدا وبتتعمل في ملابس الكبار وجميع الملابس. سهلة وجميلة وتدي منظر جميل قوي. اول حاجة علشان ارسمها لازم أن يكون عندي دوران الرقبة وعرض الكولا. عرض الكولا بشوفها من شكل الموديل، هي عريضة ولا اقل عرض. فبتبدأ الكولا من 2 سنتي ل5 سنتي 6 سنتي على حسب الموديل. فالموديل اللي عندي ده شكله تقريبا الكولا عرضها متوسط، يعني تقريبا 4 سنتي. انا هعملها 4 سنتي. بيكون عندي لا اما الباترون اللي انا رسم عليه او القطعة الملبسية اللي انا هرسم عليها الكولا. لازما لما انا اكون بقيت القطعة الملبسية اذا كانت بلوزة او فستان، فالدوران عندي المفروض القطعة الملبسية بعد ما بقصها وبسرجها بقيسها على اللي هيرتدي الملابس، يعني عمل البروفة ديت لازمتها ايه؟ ان انا بقيس القطعة الملبسية، بقيسها اذا كان عليا او على اي حد للتأكد منها مظبوطة، يعني الحردة مظبوطة، ما هياش ضيقة ما هياش واسعة. لو في اي تعديلات بعدلها في البروفة فالقطعة بتكون مظبوطة 100%، يعني لازم البروفة. فالمفروض الحردة عندي مظبوطة 100% لان عاملة بروفة. لكن ديت انا بقص نموذج للشرح، ما هياش ديت ولا بلوزة ولا فستان، ده نموذج للشرح فقط. فنفرض ان ديت بلوزة عندي والحردة الرقبة مظبوطة، ايسها بروفة مظبوطة وفيها مرد من الامام. فانا باخد القطعة بحط المرد على المرد وافردها بالشكل ده. فردت الكولة بالشكل ده على اي ورقة. الكولة لما بتتركب في عندي انا هنا مرد، بلغي المرد بتتركب على خط نصف الامام. فانا عندي هنا المرد والكولة حطيتها كده، المرد على المرد والكتف على الكتف وخط نصف الخلف مظبوطة واخداها مرتاحة جدا ما فيهاش اي ثواني. فبحطها بالشكل ده وببعد المرد، بعمل خط كده ابعد المرد وبعدين برسم شكل الحردة بالشكل ده. ده طبعا ده مقدار المرد بيتلغي ماليش دعوة بيه، مش هقيسه. بعد كده بجيب شريط القياس وبقيس عرض الكولا اللي انا عايزه اعملها 2 سنتي 3 4 المقاس اللي انا عايزاه. بحطه بالشكل ده واقعد اقيس على مسافات متفرقة 4 سنتي 4 سنتي واحط نقطة 4 سنتي واحط نقطة الى الاخر وارسم الدوران بتاع الكولا. رسمت قست 4 سنتي عرض الكولا اللي هي الشكل ده، المسافة 4 سنتي. علشان ارسم الكولا المستديرة عندي انا الخط ده يعتبر خط نصف الامام، بقيس الى اليمين 2 سنتي وضع نقطة ووصلها بحردة الرقبة بالشكل ده. بعد كده عندي انا من الزاوية ديت بحاول اعمل الاستدارة بتاعة الكولا. طبعا الاستدارة ديت بالنظر بس هي بتبدأ من خط نصف الامام وكده الكولا اترسمت وخلصت، والخط ده بيمثل لي خط نصف الخلف. بعد كده بتيجي المرحلة ان انا اشف الكولا، هشفها واقصها على 4 طبقات لان الكولا نصين، كل ده نص وده نص وكل طبقة لها البطانة بتاعتها، يعني بقص على 4 طبقات. لو انا عندي موديل البلوزة او الفستان فيها الكول اللي هو المدور ولكن مفيش خياطة من الخلف، قطعة واحدة كلها قطعة واحدة، ففي الحالة ديت بحط خط نصف الخلف على قماش متني فيديني الدوران كامل. وبقصها طبعا على كام طبقة؟ بقصها على طبقتين، مرة متنية تديني دوران كامل ومرة تانية علشان تديني بطانة الكولا. جبت الشفاف وشفيت الكولا بالشكل ده.
تيجي المرحلة اللي بعد كده ان انا هقصها على القماش. بضع الباترون بالشكل ده، خط نصف الكول وخط نصف الخلف على نسيج مفتوح، نسيج طولي بالشكل ده على مفتوح، وبقص باخد علامات القص 1 سنتي حوالين الكولة. طيب انا لو عايزة اعمل الكولة بقى اللي هي التانية الكاملة هعملها ازاي؟ هحطها بالشكل كده، خط نصف الخلف على نسيج متني بالشكل ده، ما بسيبش فيه مقدار خياطة، وبقصها هتطلع لي الكولة كاملة، واقصها كمان مرة، ازحزحها واقصها كمان مرة، يبقى عندي الكولة وبطانة الكولة. يعني ممكن ارسمها كولة كولتين نصين، او ممكن اعملها كولة واحدة. عندي الفازلين، بجيب الكولة وبقص بقص الفازلين، بقصها طبعا مرتين، لان الكولة الفازلين بتحط على بطانة الكولة، والكولة ديت اللي هي عبارة عن نصين. ثبت الفازلين على الكولة بالمكوى، وطبعا قصيت الزيادات. وطبعا لما يكون عندي دورانات بجيب انا المقص وبقص الدورانات بالشكل ده علشان تتقلب بسهولة. ودي شكل الكولة بعد ما اتخيطت واتقلبت. الكولة ديت انا رسمة نص كولة، النص ده لليمين ولا اليسار من القطعة الملبسية؟ انا عندي اهيت الكولة، وديت بطانة الكولة. الفازلين دايما بيكون متركب على البطانة، بطانة الكولة، يعني الجزء ده اللي هو هيكون اللي هو الجزء ده. بتثبت الكولة وبطانة الكولة في القطعة الملبسية بالسراجة. بعد كده بتثبت لا اما بالبيه او بالانفورم، الطبقات كلها مع بعض، لا اما بيه او انفورم، بس طبعا بيفضل الانفورم يبقى شكلها اجمل. وكده اكون انتهيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.